السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك. اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفتة المصرية بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة من غير اي افتكاسات، وكمان مش هتوقفك كتير في المطبخ. بس لو اول مرة بتشوفوا قناتي ياريت تحطولي اللايك وتشتركوا في القناة، وكمان تفعلوا في زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انزله على القناة. اول حاجة عندنا اللحمة بتاعتنا. هنحط حلة على النار نسخنها كويس جدا، ونحط فيها معلقة سمنة ونشوح ورشة من الملح عشان ما تطرطش علينا، ونشوح اللحمة بتاعتنا تشويحة كويسة قوي. انا بحب يعني يوم الوقفة اسلق كل كمية اللحمة بتاعتي اللي هحتاجها في 4 ايام العيد، عشان مش كل شوية اثناء العيد اسلق وكده. فبسلقها كلها وبعدين بشيلها واسحب منها على قد ما انا محتاجة كل يوم. دلوقتي شوحنا اللحمة بتاعتنا تشويحة كويس قوي. بعد كده بحط عليها بصلاية ارباع، طماطماية ارباع، 4 فصوص او 5 فصوص من الثوم، ونشوحهم معاهم كويس قوي. بعد كده بننزل على اللحمة بالمية المغلية، بنحط عليها كمية المية المغلية ونسيبها تغلي معانا. واول ما تغلي لو طلعت ريم بنشيله. لو طلعت اللحمة معانا ريم بنشيله وننزل بقى بالتوابل الصحيحة. هنا بعد اللحمة ما غليت ما طلعتش معايا بصراحة اي ريم. زي ما انتوا شايفين كده الشوربة كانت صافية جدا ما شاء الله. هننزل بقى هنا بالتوابل الصحيحة، اللي هما كانوا 3 ورقات من اللورة، معلقة كبيرة حبوب فلفل اسود حصى، معلقة كبيرة حبوب كزبرة، 4 فصوص لورة، ومعلقة صغيرة من السكر. هنقلبهم معاهم كويس قوي. انا هنا بوريكم الشوربة ازاي صافية. ونغطيهم ونهدي النار ونسيبهم يستووا على نار هادية. كل ما النار كانت هادية كل ما كان احسن، واللحمة تستوي كمان اسرع. هنا بقى هنعمل الصلصة بتاعت الفتة. هنحط حلة على النار، معلقة سمنة، حبة زيت، انا بحب احط ميكس سمنة وزيت، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم. نشوحها كويس قوي لغاية لما تاخد معانا اللون الذهبي. نحط لها طبعا رشة ملح عشان ريحة الثوم تظهر معانا. نشوحها لغاية لما تاخد اللون الذهبي. بعد كده بنحط نص فنجان خل ابيض. اول ما يغلي معانا الخل بننزل على طول بصلصة الطماطم. ده نص كيلو صلصة طماطم بننزله عليه. دي صلصة كنت مسبكاها عندي في الفريزر، متصفية من اي قشر او اي بذر بتاع الطماطم ومتسبكة. هديها يدوب غلوة مع الخل والثوم عشان الاتنين يعني ياخدوا من طعم بعض. نسيبهم هنا يغلوا، ونديها معلقة صغيرة من السكر، ورشة صغيرة رشة ملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونقلبهم ونسيبهم يغلوا هنا شوية. هنا بعد الصلصة ونسيبهم طبعا يغلوا. هنا طبعا الصلصة غلت معانا. هنكون محضرين كوبايتين من الشوربة بتاعت اللحمة، هنحط عليها الشوربة ونديها برضو غلوة كمان، وبعد كده نشيلها من على النار. وكده هتبقى صلصة الفتة جاهزة معانا. هنا غلوا مع بعض. بتبقى طبعا سمكها وسط، لا هي خفيفة ولا هي تقيلة. هنا هنعمل مع بعض الرز. حلة على النار سخنة، نحط فيها معلقة من السمنة وشوية برضو من الزيت، ونحط معانا هنا فصين من الحبهان. انا بعمل الرز بالحبهان، لكل كوباية رز بديها فص حبهان. بس انا هنا كان عندي الحبهان صغير شوية، فحطيت على كوبايتين الرز 3 فصوص من الحبهان. انا بعمل كمية صغيرة لان احنا اسرة صغيرة. هنا طبعا بعد السمنة ما سخنت والحبهان هننزل عليهم بكوبايتين الرز المغليين، قصدي عفوا، كوبايتين الرز المغسولين ومتصفيين كويس قوي. وهشوحهم كويس قوي لغاية لما احس ان الرز معايا اتشوح وسخن، عشان طبعا يطلع مفلفل معانا ما يبقاش معجن ولا مكسر. هننزل عليه لكل كوباية رز معلقة صغيرة من الملح ممسوحة، معلقتين هنا ملح، حطينا معلقتين ملح ممسوحين،
ومعلقة صغيرة من السكر، ونقلبهم كويس قوي مع بعض لغاية لما الرز يسخن معانا. وهنحط كمان معلقة صغيرة من الخل بيخلي الرز لونه فاتح وابيض كده، لونه ابيض شاهق وحلو. وما تخافوش، طعم الخل مش بيبان خالص خالص في الرز، بل بالعكس بيخلي الرز فاتح كده وطعمه حلو، بيبقى طعمه حلو. هنا بنشوح الرز كويس قوي مع الملح والسكر ومعلقة الخل، بنديله تشويحة حلوة قوي لغاية لما نحس الرز سخن معانا. بعد كده بننزل عليه بمية برده مغلية. هنا بدي انا كوبايتين الرز، بديهم كوبايتين ونص مية، لان انا مش بحب الرزية محصولة كده، بحب الرزية طرية وبتبقى مفلفلة برضو مش معجن. حطينا كوبايتين ونص من المية المغلية ونقلبهم ونغطي ونسيبه يتشرب معانا. هنسيب هنا الرز يتشرب. هنا بقى بعد الرز ما تشرب بنديله تقليبة، وبعد كده بنغطي عليه ونهدي خالص النار عليه، وبنحط له الشياطة بتاعتنا لو موجودة عندك. مش موجودة عندك شياطة، هدي النار خالص. وممكن تحطي لو عندك صفيحة مثلا قديمة تحطيها تحت الرز. هنا بقى اللحمة بتاعتنا استوت، هنحمرها مع بعض. حطينا في صينية سخنة على النار معلقة كبيرة من السمنة، وهنديها برضو رشة ملح عشان اللحمة ما تطرطش علينا واحنا بنحمرها. هنرص اللحمة اللي اتسلقت معانا كده زي ما انتوا شايفين، هنرصها في الصينية عشان نحمر كل الكمية. في ناس بتحب تحمر اللحمة في الفرن، بس انا بحب احمرها على النار من فوق، عشان خاطر في الفرن بحسها بتنشف قوي كده وبتقدقد، لكن على النار من فوق بتبقى طرية كده وحلوة. وبنكون مهديين النار، ما بتبقاش النار تحت الصينية عالية، لا بنهدي النار شوية، مش هادي قوي يعني هادي مايل للوسط. ونسيب اللحمة معانا هنا تتحمر. هنا الرز قبل ما بنغرفه بكون طبعا بسخنه تاني، بحط له قبل ما اغرفه معلقة كبيرة كده من السمنة، بتديله طعم حلو قوي. بعد ما طبعا ما بيستوي بتديله طعم حلو قوي. حطيته هنا معلقة كبيرة من السمنة وهقلبها معاه عشان يشرب من طعم السمنة. هنا بقى اللحمة بعد ما اتحمرت هنشيلها دلوقتي من على النار، ونبدأ بقى في عمايل الفتة. ده عندي عيش بلدي عادي بتاعنا، بحمصه في الفرن وبعد كده بكسره واحطه في طبق اللي هقدم فيه الفتة، وبديله كبشة من صلصة الفتة اللي عملناها مع بعض. بعد كده بحط الرز على الوش، بحط الرز على الوش على وش الفتة زي ما انتوا شايفين كده. مش قادرة اقول لكم الفتة دي بتبقى بجد طعمها حلو قد ايه. وبالفعل كانت حلوة قوي قوي النهاردة، وكانت خفيفة كده ما تحسيش ان انتي عايزة تبطلي اكل منها، وبطريقة بسيطة وسهلة وما توقفكيش كتير في المطبخ ومن غير اي افتكاسات. بعد كده بندي على الرز كبشة من صلصة الفتة اللي احنا عملناها. بعد كده بنبتدي بقى نرص اللحمة اللي حمرناها على الوش. طبعا طريقة التقديم دي ليكي مطلق الحرية فيها، حابة تقدمي بالطريقة المعتادة بتاعتنا ممكن، حابة ليكي طريقة تانية ده شيء يعني يرجعلك. رصينا اللحمة بتاعتنا على الوش، هنديها بقى كبشة كمان من صلصة الفتة اللي احنا عاملينها، بتديها كده تطعيمة حلوة قوي. وهنا برضو العيش ما بيبقاش طري قوي، بيبقى طعمه حلو يعني مقرمش شوية. بحبكم في الله، مع السلامة.